شوفوا معايا الخوت شي اختراعات اللي مذهله ديال بصح. شوفوا معايا الاختراع الاول. الاختراع الاول الخوت عباره عن بالون كيف ما كتشوفوا. هذا البالون الخوت اللي كيتنفخ بواسطه الهواء، طريقه بعدا باش كيتنفخ عجيبه غريبه. كيتنفخ الاخوان بواسطه الهواء. وكيفاش دايره الطريقه؟ كيكون فيه انابيب في هذا البشر الخوت، كيكون فيه انابيب ديال البلاستيك اللي كتنفخهم بالهواء، وهما اللي كيشدوه يعني وكيخليوه متماسك بحال هذا الشكل، بحال هذا الشكل هذا. وكاين بعض الاشكال اللي كيتنفخوا يعني بمراوح كيكونوا لداخل، هما اللي كيطلقوا داك الهواء وكيخليو هذا الباش واقف. ولكن هذا الخوت كيتنفخ بهاد الانابيب اللي كتشوفوا دايرين بهذا الباش كامل. والدور ديالو الاخوان دور مهم اللي بزاف. كيديروه في الموقع ديال البناء وكيحمي يعني الناس المجاورين للموقع ديال البناء من الغبره ومن الصداع. زائد الاخوان الناس اللي كيكونوا خدامين في هذه البلاصه هذه يعني يقدروا يخدموا 24 ساعة على 24 ويقدروا يخدموا سواء كانت الشتا سواء كان العجاج. يعني سوء الأحوال الجوية ما كتأثرش في الخدمة نهائيًا. زائد الخوت واحد الفكرة عاوتاني اللي زوينة بزاف. شوفوا الفوق ديال البشر الإخوان كاين فيه واحد العلامة. هذاك الخوت إشهار، هذيك الكتبة راه إشهار. يعني تصور معايا هاد الشركة شنو كدير؟ الفوق ديال داك الباش كتستغلو حتى هو وكدير فيه إشهارات لشركات اللي هي اللي متعاقدة معاها أولا اللي دايرة معاها شراكة. صراحة اختراع اللي طب الخوت. وإلا عجبكم هاد الشي خليو معاكم شي لايك، وما تنساوش تحطوا لي شي تعليق واشتركوا في القناة. والله إلا اختراع اللي مذهل بزاف الإخوان. شوف فكرة عبقرية ديال بصح. نشوفوا شي اختراع واحد آخر. هادي عاوتاني واحد الفكرة اللي زوينة بزاف الخوت. إلا شفتي هاد الشي لأول وهلة غيحسب لك هاد الناس كيضيعوا في السيما. شوف الإخوان على فكرة اللي عبقرية. عوض أنهم يمشيو يخسروا واحد التكلفة اللي كبيرة بزاف ولا واحد الميزانية اللي كبيرة بزاف باش أنهم يقادوا الشانطي ويجيبوا الكودرون والزفت إلى آخره، كيجيو الخوت وكيرميو السيما على التراب ديريكت. وعاد كيمشيو كيحرسوها يعني بالتراكتور وكيرشوها بالماء وكيدوزو عليها الدكاكة الإخوان وكتولي طريق صحيحة ديال بصح. ها انتم غادي تشوفوا معايا النتيجه في الفيديو الاخوان. راه هاد الطريق كتولي قاصحه. شوف راه بغا يقطعها ما بغاش تقطع عليه. واحد الفكره اللي عابقه حتى هي، ويعني حتى بميزانيه اللي قليله. شوف على افكار اللي زوينه بزاف. نشوفوا شي فكره واحده اخرى. نشوفوا هذا الاختراع حتى هو الخوت اللي واعر بزاف. صراحه اختراع اللي مذهل ديال بصح. هذا الاختراع الخوت كتجيبو غير في تريبورتور وديه فين ما بغيتي. عباره عن قاعه ديال الافراح، قاعه ديال المناسبات. شوف راه فيها الكلمه فيها كلشي وخفيفه وغتديها غير بتريبورتور وسهله في التركبه الاخوان. شوف على فكره اللي عبقريه. هاد الصينيين راه خطيرين ديال بصح الاخوان. شوفها في ظرف وجيز ركبتي خيمه ودير الفرح ديالك وانت مبرع. هذه الفكره الخوت ما عرفتش صح ولا لا. قال لك اسيدي في حاله مثلا كنتي في شي بلاصه فيها الثلج تقدر دير هذه الفكره هذه. هذه الفكره الخوت يعني كيجيب الثلج وكيدور عليه هذه العصا هذه باش انه يشكل واحد القالب اللي مفتوح الوسط، يعني اللي فيه واحد الثقب الوسط الاخوان. عاد قال لك اسيدي كيجي كيدير واحد الثقب واحد اخر فسميتو في التحت باش يخلي الهواء يدوز من ديك الفتحه اللي كاينه لتحت ودوز للفوق. يعني بهذه الطريقه كتبقى ديما النار مشتعله. ولكن انا اللي ما عرفتش واش هاد الثلج يقدر يذوب بديك الحراره ولا لا. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. وإلا عجبكم المحتوى خلي معاك لايك واشترك في القناه وكالعاده تحياتي لكم.